الست دي احتفلت بآخر عيد حب ليها سنة 2013 وبدون مبرر، وفي نفس اليوم اختفت فجأة، ويوم عيد الحب اتحول لجريمة مفيش حد قدر يفهمها وقلبت البلد كلها. وبعد ساعات الشرطة لقت حاجة مستحيل تقدر تتخيلها، والسؤال الأهم وقتها يا ترى إيه أصل الحكاية؟ لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. يوم عيد الحب سنة 2013 في ولاية ألينوي، الشرطة الأمريكية استقبلت أغرب بلاغ. اليوم اللي المفروض يكون كله رومانسية وحب اتحول ليوم كله رعب. دينيس اللي كانت لسه محتفلة بعيد الحب مع جوزها ما راحتش تجيب بنتها من المدرسة كالعادة، ومحدش كان عارف ايه اللي حصل لها. ومش هبالغ لو قلت ان القصة دي تفاصيلها كلها غريبة، وخصوصا في الجزء الأخير منها. وعشان ما نحرقش القصة من أولها، خلونا في الأول نصلي على النبي، وخليك فاكر ان بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وان الغرض مش الإطالة. دينيس لويس هولد مواليد 3 فبراير سنة 1974، كانت في مدرسة كاثوليكية ملتزمة، وفي المدرسة دي قابلت نيسون اللي كان معجب بيها من المرحلة الابتدائية. ومع دخولهم لمرحلة الثانوي بدأ الإعجاب يتحول لمشاعر حب، ولأنهم كانوا من عائلات متدينة ومحافظة، فنيسون طلب إيدها للجواز أول ما دخلوا الجامعة، واتجوزوا في 15 يوليو سنة 1995. وأهل دينيس كانوا بيحبوا نيسون وبيعاملوه كأنه ابنهم. وبعد الجواز دينيس اشتغلت في شركة تأمينات، ونيسون اشتغل في المبيعات. دينيس ونيسون كانوا متدينين جدا، ونيسون كان حلم حياته انه يشتغل في رحلات الدعوة للدين بره أمريكا. وفي سنة 1998 جات لهم فرصة للمشاركة في رحلة للدعوة في ليتوانيا، وقضوا حوالي 8 سنين ما بين ليتوانيا وأمريكا في رحلة الدعوة. وفي الوقت ده كان ربنا رزقهم بولد وبنتين. دينيس ونيسون ساعدوا ناس كتير حتى خارج الدعوة لمجرد انهم يصلحوا شكل حياتهم، وكمان ساعدوا طلاب من هناك يروحوا أمريكا علشان يدرسوا. وفي سنة 2010 قرروا يرجعوا أمريكا ويستقروا، وعاشوا مع والد ووالدة دينيس في نفس البيت، وحياتهم كانت ماشية بشكل طبيعي لحد ما حصل اللي عمره ما يخطر على بال حد. لأن في سنة 2013 وفي يوم عيد الحب كان الاحتفال الأخير. نيسون كالعادة جاب بوكيه ورد وكارت عيد الحب واداهم لمراته اللي بقالهم مع بعض 17 سنة. اليوم كان ماشي بشكل طبيعي، والولاد راحوا المدرسة، ونيسون خرج يقضي مشاوير بره البيت. والد ووالدة دينيس راحوا شغلهم، وبعد الظهر نيسون راح يجيب بنته الصغيرة من الحضانة، ودينيس كان المفروض هتجيب جوليا البنت الوسطانية من المدرسة. لكن والد نيسون اتصل بيه وسأله محتاجني أروح أجيب جوليا من المدرسة. نيسون استغرب السؤال وقال إن دينيس المفروض هتروح تجيبها، فوالده قال له إن المدرسة اتصلت بيه وقالوا له إن محدش جه لحد دلوقتي. فنيسون فكر ان ممكن تكون دينيس في الطريق واتأخرت لأي سبب. في الوقت ده نيسون حاول يتصل بيها وبعت لها اكتر من رسالة، وكل ده كان بدون اي رد. فاتصل بوالده وطلب منه انه يجيب جوليا من المدرسة، وراح البيت عشان يطمن على دينيس. ومجرد ما وصل عند البيت حس ان في حاجة غلط. باب الجراج كان مفتوح على الاخر وعربية دينيس مش موجودة، فركن عربيته بره ودخل للجراج. وهنا لاحظ كسر في ازاز الباب اللي بيفصل بين الجراج والبيت، واول حاجة جت في باله ان اكيد في حد اقتحم البيت، فبلغ الشرطة حتى قبل ما يدخل للبيت. وقتها كان مرعوب ومش عارف هو في حرامي لسه موجود جوه البيت، وهل دينيس جوه البيت وممكن تكون بخير ولا الحرامي اذاها. وفي خلال دقايق الشرطة وصلت، ونيسون حكى لهم على كل حاجة. ومن اللحظة دي عاوزك تركز، لان في تفاصيل الشرطة مش هتنتبه ليها غير متأخر. فلو لاحظت اي حاجة وقف الفيديو وقول ملاحظتك في كومنت. الشرطة دخلت للبيت من الجراج المفتوح، واول حاجة لاحظوها ان المطبخ كان مقلوب، الأدراج كلها مخلوعة من مكانها ومرصوصة على الأرض، والظرف كانت مفتوحة على آخرها. والصدمة الكبيرة كانت عند مدخل البيت من جوه، لأنهم لقوا دينيس على الأرض ونضارتها واقعة جنبها وسط بركة حمراء، وكانت متوفية. دينيس كانت لابسة جاكيت شتوي وجوانتي، يعني يا إما كانت بتجهز للخروج أو إنها كانت لسه راجعة من بره. وفي الحالتين هي اتفاجئت بالمجرم اللي هجم عليها، ولقوا كمان فارغ رصاصة جنب راسها، ومفاتيح عربيتها كانت شابكة في شعرها. الشرطة بلغت نيسون باللي لقوه جوه البيت، وطبعا نيسون ما كانش قادر يصدق اللي حصل لمراته. وفي نفس الوقت والد ووالدة دينيس وصلوا البيت وعرفوا الخبر، ومن خلال المعاينة المبدئية للشرطة تم استنتاج إن دينيس أول ما دخلت البيت اتفاجئت بالحرامي، وبمجرد ما شافها خلص عليها. ولما فتشوا المكان ما كانش فيه اي سلاح، لكن عرفوا ان فارغ الرصاصه اللي لقوها جنب راسها كانت من مسدس عيار 40 مللي. واكتر من سؤال بيطرح نفسه، يا ترى مين اللي عمل فيها كده وايه الدافع؟ وهل فعلا الغرض كان السرقه، ولا السرقه مجرد تشتيت للشرطه؟
الحقيقة إن دينيس كانت شخصية محبوبة من الكل ومعروفة بطيبتها وإنها مسخرة حياتها لمساعدة كل الناس، فصعب إن واحدة بالمواصفات دي يكون ليها عداوة مع أي حد. الشرطة أخدت مواصفات عربية دينيس وبدأوا في البحث عنها، ولقوا العربية على بعد دقيقتين من البيت وتحديدا قدام جنينة عامة، فاحتمال يكون الفاعل استخدم العربية عشان يهرب بيها، ولما حس إنه في أمان سابها هناك ومشي. الشرطة استدعت نيسون وبدأوا يحققوا معاه وسألوه هل في أي مشاكل بينك وبين دينيس؟ وإجابته إحنا أصدقاء من الطفولة وبعدها بقت زوجتي وأم أولادي الثلاثة. فسألوه عن التسلسل الزمني لكل الأحداث اللي حصلت يوم الواقعة. قال إن دينيس صحيت من النوم الساعة 6:45 صباحا وصحت الأولاد عشان يجهزوا للمدرسة، وودى الأولاد الكبار للمدرسة، وبعدها راح منتجع صحي واشترى كارت بقيمة $75 عشان دينيس تستخدمه في المنتجع، وبعدها رجع البيت واداها الكارت كهدية عيد الحب. وقال إن دينيس قعدت في البيت مع بنتهم الصغيرة لحد الساعة 12 الظهر وبعدها خرجت توديها للحضانة. الخط الزمني للأحداث بيبقى مهم بالنسبة للشرطة لأنه بيساعدهم يشوفوا تسجيلات كاميرات المراقبة في الأوقات دي ويشوفوا لو في حد كان ماشي وراها أو في أي حاجة غريبة حصلت خلال اليوم، وكمان يقدروا يحددوا بالظبط وقت ارتكاب الواقعة. وعلى حسب كلام نيسون إن كان المفروض دينيس تروح تتسوق بعد ما تودي البنت الصغيرة للحضانة وبعدين تروح تجيب البنت الوسطانية من المدرسة، لكن دينيس ما راحتش. فبدأوا يسألوه تتوقع إن دينيس كانت بتخونك؟ نيسون رفض السؤال ده وقال مستحيل. فسألوه إذا كان هو بيخونها فقال إن هو كمان عمره ما فكر في حد غيرها. في نهاية التحقيق معاه طلبوا منه إنهم يفتشوا البيت مرة تانية وإنهم يحرزوا اللابتوب والموبايلات بتاعتهم، ونيسون وافق وكان متعاون معاهم جدا. وبعد ما فتشوا البيت اتكلموا مع والد ووالدة دينيس لأنهم عايشين في نفس البيت معاهم. وقتها عرفوا بالظبط الحاجات اللي اتسرقت من البيت، وكانت عبارة عن ساعتين بقيمة $200 ولابتوب وختمين وكاميرا ومسدسين. واللي لفت انتباه الشرطة إن ما بين المسدسات المسروقة مسدس عيار 40 ملي، وده نفس نوع السلاح اللي الشرطة بتعتقد إن تم استخدامه في الواقعة. وفي نفس الوقت الشرطة لقوا خيط مهم وغريب جدا وهو بلاغ تم تقديمه قبل الواقعة بيومين، وتحديدا يوم 12 فبراير الساعة 12 بالليل. نيسون اتصل بالشرطة عشان يبلغ عن عربية مشبوهة بتلف حوالين بيتهم، وقال إن العربية دي وقفت في مدخل بيتهم وبعدها ركنت قدام بيت الجيران. الشرطة وقتها راحت لمكان البلاغ لكن العربية كانت اختفت، وأكيد العربية دي كانت بتراقب البيت عشان تسرقه. وقال إن دي ما كانتش أول مرة يشوف فيها العربية وإنه شافها مرة قبل كده من أسبوع، بس لما الموضوع اتكرر بلغ الشرطة. المحققين أخدوا مواصفات العربية وبدأوا يدوروا عليها، ولأن الخبر وقتها انتشر في الإعلام فواحدة من الجيران اسمها ديان اتصلت بالشرطة وقالت إنها شافت حاجة غريبة يوم الواقعة. شافت راجل ماشي ناحية بيت دينيس وكان لابس سويت شيرت اسود وحاطط الهودي على راسه، وقالت انه كان شكله متوتر وهو ماشي وانها شافت الراجل ده قريب من الجنينة، ودي نفس الجنينة اللي الشرطة لقت عندها عربية دينيس. وجارة تانية قالت انها سمعت صوت طلق ناري ما بين الساعة 12:30 والساعة 12:45 الظهر، وده بالظبط نفس التوقيت اللي الطب الجنائي قال ان دينيس اتوفت فيه. لكن السؤال اللي كان محيرهم وملوش اجابة، ليه الحرامي قرر يخلص عليها؟ قضايا السرقة اللي بتنتهي بجريمة عادة بتكون نادرة لأن غالبا الحرامي بيبقى عايز يسرق ويهرب، عشان كده الشرطة بدأت تشك إن الواقعة دي ما كانتش بدافع السرقة. وبعد دفن دينيس وانتهاء الجنازة نيسون قرر إنه ياخد الأولاد ويعيش في سكن تابع للكنيسة، وده لأنه كان خايف إن الفاعل يرجع تاني ويأذي أي حد من الولاد. ولما والد ووالدة دينيس طلبوا منه إنه يجيب الأولاد يعيشوا معاهم رفض طلبهم، والولاد نفسهم كانوا خايفين ورافضين يقعدوا في البيت. ووالد ووالدة دينيس كان عندهم يقين إن استحالة اللي حصل لبنتهم الغرض منه يكون السرقة، لأن بيتهم كان فيه أجهزة إلكترونية غالية جدا ومع ذلك كل الأجهزة دي كانت موجودة وما اتسرقتش. ولما الشرطة بدأت تدرس مسرح الواقعة كان فيه شوية تفاصيل غريبة ومش منطقية، ودي اللي قلت لكم ركزوا فيها، واللي كان منها أدراج المطبخ اللي كانت متشالة من مكانها ومرصوصة فوق بعض بشكل مرتب ومنتظم. والطبيعي إن الحرامي بيدور بشكل عشوائي مش بنظام، وليه أصلا حرامي يدخل يدور في المطبخ اللي مستحيل يكون فيه حاجة قيمة وفي نفس الوقت ساب أجهزة إلكترونية غالية كانت قدام عينيه؟ والحاجة التانية اللي كانت مريبة إن واحد من المسدسات المسروقة يخص نيسون، والمسدس ده كان نفس النوع اللي تم استخدامه في الواقعة. المحققين بيسألوا نيسون عن المسدس ال40 ملي بتاعه كان محطوط فين بالظبط، قال إنه كان محتفظ بيه في صندوق أسلحة مقفول. فسألوه الصندوق ده سهل يتفتح ولا محتاج يتكسر؟ قال إن الصندوق صعب إنه يتفتح وغالبا الفاعل كسره وأخد المسدس. وهنا كان في سؤال جديد مش منطقي
وبدون إجابة. ليه الحرامي يكسر صندوق عشان ياخد مسدس؟ ولو افترضنا إن ده حصل فالأغرب إنه ليه ياخد الصندوق أصلا؟ ومش منطقي في وقت زي ده إن واحد واخد عربية عشان يهرب بيها بسرعة كان عنده وقت إن هو يدور على الصندوق اللي كسره عشان ياخده معاه. وعلى ذكر العربية، فإزاي الفاعل حرك العربية بدون مفتاح والمفتاح كان شابك في شعر دينيس؟ والشرطة لما لقت العربية لقت المفتاح في صندوق نفايات جنبها، فسألوا نيسون هل في مفتاح احتياطي لعربية دينيس؟ قال إنه ما يعرفش، بس لما كنت بسوق العربية كانت بتديني المفتاح بتاعها. وقال إن هو ما ساقش عربيتها من حوالي سنة، يعني جوزها ما يعرفش بوجود مفتاح سبير بس الحرامي عارف. والأغرب إن الشرطة اكتشفت إن عربية نيسون كانت موجودة في نفس الجنينة اللي لقوا فيها عربية دينيس. وبالنسبة للشرطة بشكل مبدئي الزوج هو الفاعل. أي واقعة من النوع ده الزوج أو الزوجة بيكونوا أول حد الشرطة بتشتبه فيه. الشرطة بتسأل نيسون عن سبب وجوده يوم الواقعة في نفس الجنينة اللي لقوا فيها عربية دينيس، فقال إن هو كان مستني مكالمة تليفون مهمة فركن هناك. بس إيه اللي يخليك تنتظر مكالمة في الشارع وبيتك على بعد دقيقة واحدة بالعربية؟ الشرطة شكها في نيسون كان بيزيد، عشان كده واجهوه بكل الشكوك دي وقالوا له مش غريبة إن المسدس اللي تم استخدامه في الواقعة من نفس نوع المسدس بتاعك، ده غير إن صندوق المسدس نفسه اختفى وعربية دينيس اتحركت بالمفتاح السبير. ويومها انت كنت في نفس الجنينة اللي لقينا فيها عربية دينيس، ولما سألناك عن اللي عملته يومها ما قلتش انك كنت هناك. ورغم ان كل دي شكوك لا ترتقي لمستوى الأدلة، الا ان الشرطة اثناء التفتيش لقت مذكرات دينيس اللي هتكون طرف خيط مهم، لانها كشفت فيها عن حقيقة علاقتهم اللي كان بيقول انها علاقة مثالية. المذكرات كانت طويلة فهقول لكم اجزاء منها. دينيس بتقول 17 سنة وانا بحاول ارضيك، ومع ذلك عمري ما كنت مالية عينك. أنا مش غبية وعارفة إنك عايزني أموت، عايز تهني وتجري ورا بنت عندها 20 سنة، فلو ال17 سنة ما كانتش كافية لرضاك فمفيش حاجة هتكون كافية دلوقتي. المحققين لما قروا الرسالة كانوا في حالة ذهول، وواضح إن علاقتهم كانت عكس اللي نيسون قاله. وهنا كان في سؤال مهم، مين البنت اللي عندها 20 سنة اللي دينيس كانت بتتكلم عنها؟ الشرطة بدأت تدور في مكالمات نيسون، واتضح إن المكالمة اللي اضطر يقف عشان يرد عليها كانت من طالبة من ليتوانيا. هو ودينيس بيساعدوها عشان تدرس في أمريكا، والبنت دي اسمها إنا ويعرفها من وهي عندها 6 سنين. نيسون ودينيس اتعرفوا على عيلة إنا في ليتوانيا، وكانت عيلة متدينة ومكرسة حياتها للكنيسة. ووالدتها ساعدت نيسون ودينيس يتأقلموا في ليتوانيا وعلمتهم لغة البلد وكانت دايما معاهم. ولما كبرت إنا بقت تروح تشتغل جليسة أطفال لأولاد نيسون ودينيس في ليتوانيا، وكان حلمها إنها تدرس في أمريكا. وفعلا سنة 2010 نيسون ودينيس ساعدوها إنها تسافر للدراسة في أمريكا، ودخلت جامعة من الجامعات المحافظة في ولاية فلوريدا. لكن الغريب إن نيسون فتح حساب بنكي مشترك بينه وبين إنا، وبقى هو اللي بيتكفل بكل مصاريفها. والأغرب إن نيسون كان بيسافر من ألينوي لفلوريدا عشان يزورها. طبعا محدش كان شاكك فيه لأنه كان معروف إنه راجل دينه ومحترم وهو المسؤول عن مساعدتها. المشكلة الحقيقية إنه لما كان بيزور إنا في فلوريدا كان هما الاتنين بيباتوا في شقة خارج الحرم الجامعي. وطبعا الجامعة المحافظة اللي إنا كانت بتدرس فيها ما عجبهاش اللي بيحصل، وقبل ما يطردوها من الجامعة قررت إن هي اللي تسيبها، وراحت شيكاغو وسجلت في جامعة عادية هناك وعاشت في البيت مع نيسون ودينيس. ودينيس كانت بتعاملها كأنها واحدة من العيلة. نيسون كان بيودي إنا منتجع صحي وكان هو اللي بيدفع لها جلسات المساج والعناية بالشعر. وبالمناسبة ده كان نفس المنتجع الصحي اللي قال للشرطة إنه اشترى منه كارت هدية لدينيس بمناسبة عيد الحب. والمفاجأة إن لما تم استجواب الموظفين في المنتجع الصحي ده، الموظفين كانوا فاكرين إن نيسون وإنا متجوزين لأنهم كانوا دايما بيروحوا مع بعض، واتفاجئوا يوم عيد الحب لما طلب كارت هدية باسم مراته دينيس. والسؤال المهم، وقت الحادثة إنا كانت فين؟ إن وقتها كانت في شيكاغو وتحديدا في جامعتها، يعني كان عندها حجة غياب. الغريب إن والدة دينيس كانت شاكة في علاقة نيسون بإنا، ولما قالت لدينيس كان ردها إن دي عيلة صغيرة وإنها واثقة في نيسون. المحققين قرروا إنهم يراجعوا كل الرسائل النصية اللي على تليفون نيسون، ولاحظوا إن كل رسائله لدينيس كانت جافة وما فيهاش أي مشاعر، ومع إن كانت كلها كلام رومانسي وحب. ونيسون طبعا كان ماسح كل الرسائل دي، لكن الشرطة قدرت تسترجعها تاني. الشرطة استجوبت إن اللي نفت ان في بينها وبين نيسون اي علاقه محرمه. وفي نفس الوقت ده شخص من الكنيسه راح يتكلم مع والده دينيس وسالها تفتكري نيسون ليه يد في اللي حصل لدينيس؟ والدتها اتصدمت من السؤال اللي طبعا كان فيه سبب وراه. الشخص ده كان قسيس وما كانش معجب بسلوك نيسون، وقال ان هو قبل الواقعه شافوا مع إنا في العربيه لوحدهم اكتر من مره، وعشان كده وقتها بعت لنيسون ودينيس وقال له ان التصرفات بتاعتك دي مش مقبوله وهتضر الكنيسه وهتضر مكانتك كداعيه دي.
الديني، وحذروا إن الكنيسة ممكن توقف الدعم المالي اللي بتقدمه له واللي كان بقيمة $5000 أسبوعيا، والمبلغ ده كان للمساعدات وتمويل الدعوة، بس غالبا هو كان بيصرف من الفلوس دي على إن مش على الدعوة. $20,000 شهريا ممكن يكونوا دافع للجريمة، يعني لو خيانته لدينيس عاملة مشكلة مع الكنيسة يبقى الحل الأمثل هو الخلاص منها، وال$20,000 وإن هيكونوا معاه وبدون أي مشاكل. وكل دي كانت مجرد تكهنات بدون دليل مادي واحد. فالشرطة بدأت ترجع لتسجيلات كاميرات المراقبة في الأماكن اللي راحها يوم الواقعة زي المنتجع الصحي والبنك والكافيه، وبعد مراجعة التسجيلات اتأكدوا من صحة كلامه، بس كان في فجوة زمنية مش عارفين نيسون كان بيعمل فيها ايه، وده نفس التوقيت اللي دينيس اتوفت فيه. الشكوك موجودة والدافع موجود، بس الشرطة ناقصها أهم حاجتين: الخطة والدليل. الشرطة حطت السيناريو اللي ممكن يكون حصل يوم الواقعة. نيسون ركن عربيته في الجنينة وراح للبيت مشي، ودخل خلص على دينيس وأخد عربيتها ورجع للجنينة تاني. أخد عربيته وكمل يومه بشكل طبيعي. وعشان يتأكدوا إن السيناريو ده هو الصح قرروا يعملوا محاكاة بنفس خط السير والأحداث واللي بيعتقدوا إن نيسون عملها يوم الواقعة. فالمسافة من الكافيه للجنينة أخدت حوالي 7 دقايق، ولما ضافوا عليها وقت المشي من الجنينة للبيت زائد وقت ارتكاب الواقعة والرجوع للجنينة كان الوقت حوالي 30 دقيقة. ودي تقريبا الفجوة الزمنية اللي نيسون ما قدرش يبررها. ورغم ان ده مش دليل، بس الشرطة لقت أدلة مادية في الجنينة، وكانت على بعد 50 قدم من عربية دينيس، وتحديدا في صندوق النفايات، وكانت عبارة عن المفتاح السبير وجوانتي تطبيق. ولقوا في غرفة نيسون ودينيس سويت شيرت اسود بهودي، وده نفس وصف ملابس الراجل اللي قالت عليه الجارة، وتم ارسال السويت شيرت للمعمل الجنائي عشان يفحصوه. واللابتوب بتاع نيسون كان ماسح منه كل الحاجات اللي عمل عليها بحث اونلاين، وبعد استرجاعها لقوا انه كان عامل بحث عن مواضيع في منتهى الخطورة، زي مثلا ازاي تضرب حد على راسه عشان يفقد الوعي، حقن مميتة بالانسولين، الغرق في البانيو، والاهم في البحث ازاي تكتم صوت مسدس عيار 40 مللي، واخر حاجة بحث عنها ازاي تمسح كل البيانات من الايباد واللابتوب. ولما الشرطة واجهته قال ان عمليات البحث دي كان ليها سبب، لانه بينتمي لمؤسسة خيرية في الخارج اسمها امل للغد، ودي جمعية مخصصة لمساعدة الاشخاص اللي بيمروا بازمات نفسية واللي بيفكروا ان هم ينهوا حياتهم بنفسهم. يعني هو كان بيبحث عن المعلومات دي عشان يساعد الناس مش عشان يخلص على مراته. ورغم ان القصة محكمة وتبان مقنعة، الا انه يوم 6 مارس سنة 2013 وبعد 3 اسابيع من الواقعة تم القبض على نيسون بتهمة القتل العمد، وكان مصر ان هو بريء. والناس المقربين ليه بما فيهم اهل دينيس نفسهم قالوا ان مستحيل نيسون يكون هو الفاعل، لانه شخص متدين وعمره ما اذى حد وكان بيحب مراته. وبدات محاكمته في يوليو سنه 2014، والقضيه كانت واخده اهتمام اعلامي كبير عن الداعيه الديني والواقعه اللي حصلت في الحي الراقي يوم عيد الحب. المدعي العام قال احنا مش محتاجين اعتراف نيسون عشان نثبت ان هو مذنب، لان الادله كلها كانت ضده وكتير، ده غير ادله الحمض النووي ومذكرات الضحيه اللي كانت كاتبه فيها ان نيسون عاوز يخلص منها. ودينيس كتبت الرساله دي لنفسها في الدفتر بتاعها وبتعبر فيها عن مشاعرها الحقيقيه بدون اي ضغط. المحكمه استدعت إنا اللي كانت ممتنعه عن الشهاده وعرضوا عليها الحصانه، يعني اي كلام هتقوله مش هيتم استخدامه ضدها، فبالتالي وافقت انها تشهد. والسؤال المهم، هل إنا فعلا هتشهد بالحقيقه؟ إن اعترفت إن نيسون كان فعلا بيزورها بانتظام في فلوريدا، وإنهم كانوا بيقعدوا مع بعض في شقة خارج الحرم الجامعي، وسافرت معاه لأوروبا يتفسحوا لوحدهم، بس أنكرت إن علاقتها بنيسون كانت علاقة عاطفية. والكلام ده طبعا منافي للرسائل والمكالمات اللي كانت ما بينهم. وفي نفس الوقت التحريات أثبتت إن عائلة نيسون هي اللي بتدفع أتعاب المحامي اللي بيحضر الجلسات والتحقيقات مع إنا، وإنهم بيتواصلوا معاها يوميا من يوم ما نيسون اتقبض عليه. فده يخليك متأكد إنهم بيضمنوا إنها تكون تحت سيطرتهم وما تقولش الحقيقة في المحكمة. والأغرب إن المحكمة عرضت تسجيل مكالمات تليفون ما بين نيسون وإنا لما كان في السجن، والغريب إنهم كانوا بيتكلموا باللغة الليتوانية رغم إنها بتتكلم إنجليزي كويس. وطبعا تم ترجمة المكالمات دي، ونيسون كان بيقول لها تقول إيه في التحقيق أو في المحكمة، وإنها تعرف دينيس ونيسون من أكتر من 10 سنين، وإن هو مجرد رجل دين مسؤول عن رعايتها، وإنها تركز دايما في التحقيقات على فكرة إن دينيس كانت راضية عن علاقتهم. ومع شهادة القسيس اللي واجه
نيسون بأفعاله وشهادة العاملين في المنتجع الصحي اللي قالوا إنهم كانوا فاكرين إن إنا مراته وإنهم بقالهم سنين بيجوا المنتجع مع بعض وبانتظام. ظهر أهم شاهد في القضية كلها، والشاهد ده اسمه ديفيد، وكان سجين مع نيسون في نفس الزنزانة. ونيسون كان بيقعد يحكي له عن مشاكله وقال له إن دينيس كانت ست متسلطة وإن هو قابل واحدة تانية وكان نفسه يعيش معاها. بس أغرب وأخطر حاجة اعترف بيها نيسون لديفيد هي الخطة اللي نفذها. قال له إن هو ركن عربيته في الجنينة وبعدها مشي وسط الغابة ودخل البيت واستنى دينيس لما ترجع وضرب عليها نار، وكان لابس سويت شيرت اسود بهودي. والاغرب في اعترافات نيسون لديفيد ان هو اختار ينفذ فعلته يوم عيد الحب تحديدا عشان تكون هدية للست التانية اللي بيحبها، يعني هديته كانت جريمة قتل. الغريب ان نيسون اعترف للسجين بكل حاجة وبمنتهى السهولة، بس حتى لو السجين كلامه مش حقيقي، وده طبعا شيء مستبعد لانه كان بيحكي ادق التفاصيل، فكان في ادلة تانية جنائية ضد نيسون ومنها عينة DNA وبصمات على الدركسيون ونقل السرعة لعربية دينيس، مع انه قال لو تفتكروا انه مركبش العربية من سنة فاتت، وده معناه ان هو اللي حرك العربية. ده غير تقرير المعمل الجنائي اللي اثبت وجود اثار على التيشيرت المسحوق البارود، وده اللي بيطلع من المسدس نتيجة ضرب النار. المدعي العام ركز على اقوى نقطة في القضية وهي الدافع ورا الواقعة، وما كانش فيه اقوى من ان نيسون كان بيخون دينيس بقاله سنين، كان عايز يخلص منها باي طريقة وفي نفس الوقت ما كانش عايز يطلقها، وده طبعا عشان ما يخسرش شكله قدام الكنيسة ولا الدعم المادي اللي كان بياخده. وبعد اكتر من ساعتين من المداولات هيئة المحكمة قررت ان هو مذنب، وفي يوم 14 سبتمبر سنة 2014 القاضي حكم عليه ب80 سنة سجن. وبعد النطق بالحكم القاضي قعد تقريبا نص ساعة يوبخ في نيسون وقال له انه خلص على مراته في بيت اهلها وان ده عمل جبان ومشين. وبالنسبة لاولاده فالمحكمة سحبت منه الوصاية وسلمتها لوالد ووالدة دينيس، وبكده تكون انتهت قضية النهاردة. يا ريت تكتبوا لنا عايزين نتكلم عن ايه الفترة الجاية، لايك وشير وكومنت يدعمنا لو عجبك المحتوى. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، اما الحكم في الاول وفي الاخر فهيكون ليك. دمتم في امان، سلام.